كل شهر بينزل أفلام كتير، لكن خليني أكون صريح معاكم، مش كل الأفلام تستحق إنكم تضيعوا ساعتين من وقتكم علشان تتفرجوا عليها. علشان كده أنا جمعت لكم في الفيديو ده أهم 10 أفلام منتظرة في شهر أغسطس، وفيهم كل حاجة: رعب وأكشن وخيال علمي وجريمة وكوميديا، وحتى فيهم فيلم كان المفروض يتلغى ومحدش يشوفه لكنه رجع للحياة من جديد. لو انتم محتارين تبدأوا بإيه فما تقلقوش، أنا اخترت لكم الأفلام اللي فعلا تستحق تتحط في قائمة مشاهداتكم الشهر ده. جهزوا نفسكم ويلا بينا نبدأ ونشوف مين هيكون أول فيلم معانا في القائمة. تخيل تصحى من النوم وتكتشف إن بيتك بقى سجن، الأبواب مش بتفتح ومفيش أي وسيلة للهروب، والأسوأ إنك مش عارف مين أو إيه اللي حبسك. دي ببساطة فكرة فيلم ذا لاست هاوس، واللي بيدور حوالين أسرة مكونة من 4 أفراد بيلاقوا نفسهم محاصرين جوه بيتهم بشكل غامض، ومع مرور الوقت بتبدأ المؤن تقل والتوتر يزيد وكل محاولة للهروب بتفشل. لكن السؤال الحقيقي هنا، مين اللي حابسهم وليه؟ وهل الخطر موجود جوه البيت ولا مستنيهم بره؟ الفيلم واضح إنه معتمد بشكل كبير على الغموض والتشويق أكتر من الرعب التقليدي، وده اللي مخليه واحد من الأفلام اللي تستحق المتابعة، خاصة لمحبي نوع الأفلام اللي بيخليك طول الوقت بتحاول تحل اللغز مع الشخصيات. ولو كنت من مشتركين منصة نتفليكس فمش هتستنى كتير، لأن الفيلم هيكون متاح على المنصة بداية من 7 أغسطس. تخيل تفتح باب بيتك الصبح فتكتشف إن الحي كله اختفى من على وش الأرض واتنقل لمكان مجهول ومفيش أي تفسير للي حصل. دي ببساطة فكرة فيلم The End of Oak Street، واللي بيبدأ بعد حدث كوني غامض بيقلب حياة سكان الحي بالكامل وبيخليهم يواجهوا عالم جديد وغريب، وكل اللي كانوا فاكرينه طبيعي بقى فجأة مجهول ومخيف. ومع كل خطوة بيبدأ السؤال يكبر: هما فين أصلا؟ وهل في طريق للرجوع ولا دي مجرد بداية لكابوس أكبر؟ اللي مزود الحماس للفيلم كمان هو وجود النجمة آن هاثاوي ومعاها النجم إيوان ماجريجور، وده لوحده كفاية يخلي ناس كتير تدي للفيلم فرصة، خصوصا مع فكرته الغامضة اللي بتمزج ما بين الخيال العلمي والإثارة. الفيلم هيبدأ عرضه في السينمات يوم 14 أغسطس، ولو أنت من محبي أفلام الخيال العلمي اللي بتسيبك طول الوقت بتحاول تفهم إيه اللي بيحصل، فده واحد من الأفلام اللي يستحق يبقى على قائمة مشاهدتك. لو انت من عشاق سلسلة انسيديوس فاستعد لان الرعب راجع من جديد، لكن المرة دي بطريقة اخطر من اي جزء فات. القصة بتدور حوالين جيما، ام شابة بتكتشف انها تقدر تدخل لعالم ذا فاردر، العالم المرعب اللي تعرفنا عليه في الاجزاء اللي فاتت. لكن المشكلة ان الموضوع مش بيوقف عند كده، لانها كمان تقدر ترجع اللي جواه لعالمنا الحقيقي. ومن هنا بيبدأ الكابوس، لان الشياطين بتكتشف قدرتها وبتلاقي اخيرا فرصة إنها تعبر للعالم الحقيقي وتحوله لساحة رعب مفتوحة. الجزء الجديد واضح إنه هيعتمد على فكرة مختلفة عن الأجزاء اللي فاتت، وده يخليه واحد من أكتر أفلام الرعب المنتظرة في الشهر ده، خاصة لعشاق السلسلة اللي مستنيين يشوفوا إزاي عالم ذا فوردر هيكون أخطر من أي وقت فات. الفيلم هيبدأ عرضه في السينمات يوم 20 أغسطس، ولو كنت من محبي الرعب والغموض فده أكيد فيلم لازم يبقى في خطتك الشهر ده. من أول نظرة ممكن تفتكر إن الفيلم بيتكلم عن راجل بيشتغل في تربية النحل، لكن الحقيقة إن الموضوع أكبر من كده بكتير. The Rivals of أمزايا كينج بيقدم لنا شخصية أمزايا كينج، راجل ليه مكانة كبيرة في بلدته ونجح يبني واحدة من أكبر مشاريع إنتاج العسل هناك، لكن هدوء حياته بيتقلب تماما مع رجوع بنته بالتبني بعد سنين طويلة، وفي نفس الوقت بيلاقي نفسه داخل صراع شرس مع منافسين مستعدين يعملوا أي حاجة علشان يدمروا كل اللي بناه. الفيلم مش بيعتمد على الأكشن، لكنه بيراهن على الدراما المشوقة والصراعات الإنسانية، والأهم إنه من بطولة النجم ماثيو ماكوهوني واللي راجع بدور مختلف بعد فترة غياب، ودي لوحدها من الأسباب اللي مخليها ضمن الأفلام المنتظرة الشهر ده. الفيلم هيبدأ عرضه في السينمات يوم 21 أغسطس. لو بتحب أفلام الجريمة والدراما اللي فيها شخصيات قوية وصراعات بتتصاعد مع الوقت، فالفيلم ده يستحق تحطه في قائمة مشاهداتك. أكيد أي فيلم بيكون بطله جيسون ستاثام بيخليك تتوقع أكشن ومطاردات من أول دقيقة، وده بالظبط اللي بيقدمه فيلم ميوتني. القصة بتبدأ بعد ما راجل أعمال ملياردير بيتقتل قدام واحد من أقرب الناس ليه، لكن بدل ما يكون شاهد على الجريمة فجأة بيلاقي نفسه هو المتهم الأول، ومن هنا بتبدأ رحلة هروب مليانة مطاردات، وفي نفس الوقت بيحاول يثبت براءته ويعرف مين اللي دبر له المؤامرة دي. لكن كل ما بيقرب من الحقيقة بيكتشف إن الموضوع أكبر بكتير من مجرد جريمة قتل.
ولو انت من جمهور جيسون ستاثام فانت تقريبا عارف مستنيك ايه. اكشن سريع ومطاردات وخناقات من النوع اللي بيخليك مش قادر تغمض عينيك عن الشاشة. الفيلم هيبدأ عرضه في السينمات يوم 21 أغسطس، ويعتبر واحد من أقوى أفلام الأكشن المنتظرة الشهر ده. تخيل إن مجرد شغلانة في الصيف في مطعم تقدر تغير حياتك كلها. دي الفكرة اللي بيقدمها فيلم توني، واللي بيرجع بينا لبداية رحلة الشيف والإعلام الشهير أنتوني بوردن قبل ما يبقى واحد من أشهر الأسماء في عالم الطبخ والسفر. الفيلم بيركز على فترة وهو عنده 19 سنة لما سافر يشتغل في مطعم، ومن هنا دخل عالم مليان فوضى وضغط وتجارب جديدة، ودي كانت السبب في إنها ترسم مستقبله وتغير حياته بالكامل. حتى لو اسم أنتوني بوردن مش مألوف بالنسبة لك، فالفيلم مش مجرد سيرة ذاتية، لكنه بيحكي قصة شاب عادي قرار واحد في حياته كان كفيل يغير مستقبله كله. وده اللي مخلي ناس كتير متحمسة تشوف ازاي بدأت حكاية واحد بقى بعد كده من أشهر الشخصيات في مجاله. الفيلم هيبدأ عرضه في السينمات يوم 21 أغسطس، ولو بتحب أفلام السيرة الذاتية اللي فيها دراما ولمسة إنسانية فالفيلم ده يستحق يبقى ضمن اختياراتك الشهر ده. تخيل إن العالم انتهى فعلا، فيروس قضى على أغلب البشر، واللي فضل عايش بقى كل يوم بيحارب علشان يكمل اليوم اللي بعده. دي أجواء فيلم ذا دوج ستارز، واللي بيدور حوالين طيار نجا من الكارثة عايش في عالم مدمر فقد فيه زوجته، وبقى كل أمله إنه يلاقي أي علامة تقول إن لسه في ناس عايشة. لكن كل حاجة بتتغير لما بتوصل له رسالة غامضة على الراديو، رسالة بتخليه يسيب المكان الآمن اللي عايش فيه ويبدأ رحلة مليانة مخاطر على أمل إنه يلاقي إجابة أو يمكن يلاقي أمل جديد. واللي مزود الحماس للفيلم أكتر إنه من إخراج ريدلي سكوت، صاحب أفلام زي جلاديتور وذا ميرشن، وده اسم لوحده كفاية يخلي ناس كتير تترقب أي مشروع جديد بيقدمه. الفيلم هيبدأ عرضه في السينمات يوم 28 أغسطس، ولو بتحب أفلام البقاء بعد نهاية العالم اللي فيها مغامرة وتشويق فأعتقد إن ذا دوج ستارز هيكون واحد من أهم الأفلام اللي لازم تحطه في قائمة مشاهداتك الشهر ده. أوقات شغلانة بسيطة ممكن تقلب حياتك كلها، وده بالظبط اللي بيحصل في فيلم إيديوتس. القصة بتبدأ مع اتنين شغالين كسواقين بيتكلفوا بمهمة شكلها سهلة جدا، يوصلوا شاب غني لمركز علاج من الإدمان وياخدوا فلوسهم ويمشوا. لكن طبعا مفيش حاجة بتمشي بالسهولة دي. المهمة البسيطة دي بتتحول فجأة لسلسلة من المواقف المجنونة، بيلاقوا نفسهم وسط مخدرات ومطاردات وعصابات ومشاكل بتكبر كل دقيقة، لدرجة إنهم بينسوا أصلا هما كانوا رايحين يعملوا إيه. ولو أنت بتحب الأفلام اللي بتمزج ما بين الكوميديا والجريمة واللي كل 5 دقايق فيها بتحصل مصيبة جديدة، فالفيلم ده شكله هيكون من أكتر مفاجآت الشهر. إيديوتس هيبدأ عرضه في السينمات يوم 28 أغسطس، وأعتقد إنه هيكون اختيار ممتع جدا لو نفسك في فيلم خفيف لكن في نفس الوقت مليان إثارة وفوضى من أول دقيقة لآخر دقيقة. أكيد كلنا فاكرين الذئب وايل إي كايوتي اللي طول عمره بيجري ورا رود رانر، وكل مرة بيشتري اختراع جديد من شركة أكمي وفي الآخر بينفجر فيه هو. المرة دي بقى كايوتي قرر يعمل حاجة عمره ما عملها قبل كده، بدل ما بيشتري اختراع جديد قرر يرفع قضية على شركة أكمي نفسها بعد ما منتجاتها فشلت معاه مرة ورا التانية. الفكرة لوحدها كفيلة إنها تخلي الفيلم مختلف، لكن اللي مخلي ناس كتير مستنياه فعلا إن الفيلم كان خلاص اتلغى وكل الناس افتكرت إنه عمره ما هيشوف النور قبل ما يرجع للحياة من جديد ويحددوا أخيرا موعد عرضه. ولو أنت من محبي شخصيات لوني تونز فأعتقد إن الفيلم ده هيكون مليان نوستالجيا وكوميديا بنفس الروح اللي اتربينا عليها لكن بشكل جديد يناسب الجيل الحالي. الفيلم هيبدأ عرضه في السينمات يوم 28 أغسطس. تخيل أسوأ كابوس ممكن يعيشه أي أب، إن ابنه يختفي فجأة وميبقاش عنده أي خيط يوصله ليه. دي بداية أحداث فيلم ذا ويسبر مان، واللي بيدور حوالين كاتب فقد زوجته وقبل ما يقدر يبدأ حياة جديدة بيتعرض لصدمة أكبر بعد اختفاء ابنه الصغير في ظروف غامضة. ومع اختفاء الطفل بيضطر يطلب المساعدة من والده وهو ضابط شرطة سابق، لكن التحقيق بيكشف حاجة مرعبة، إن اللي بيحصل دلوقتي ممكن يكون مرتبط بقضية قديمة لقاتل متسلسل معروف باسم ذا ويسبر مان، واللي الكل كان فاكر إن حكايته انتهت من سنين. الأجمل إن الفيلم مقتبس من رواية حققت مبيعات ضخمة وحققت نجاح كبير وقف دورها، وده من أكتر الأسباب اللي مخلياه واحد من أكتر أفلام الجريمة والإثارة المنتظرة السنة دي. وكمان الفيلم بيشارك في بطولته الأسطورة روبرت دينيرو، ودي إضافة هتخلي الحماس للفيلم أكبر خصوصا لعشاق الأفلام الجريمة والغموض. الفيلم هيبدأ عرضه على منصة نتفليكس يوم 28 أغسطس،
ولو بتحب القصص اللي فيها ألغاز وقتلة متسلسلين وأحداث بتخليك طول الوقت تحاول تسبق الفيلم بخطوة، فأعتقد إن ذا ويسبر مان يستحق بكل جدارة يكون على رأس قائمة مشاهداتك الشهر ده. ودي كانت قائمتي الأهم الأفلام المنتظرة في شهر أغسطس، ودلوقتي مستني قائمتكم انتوا. ويا ريت تقولوا لي في الكومنتس ايه أكتر فيلم متحمسين ليه، وهل في فيلم شايفين إنه كان يستحق يكون موجود في القائمة ولا لأ. ورجاء لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان ما يعديش عليكم أي فيديو من فيديوهات الأفلام اللي جاية. واشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقات الجاية.